دول الناس اللي متابعانا ونسيت تشترك يا ريت يشتركوا برضه عشان بيفرق معانا كتير. كالعادة بقى هنصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ بتوماس وهو بيقطع الأخشاب، وكان عايش في بيت لوحده في وسط الغابة. في الناحية التانية كانت أوليفيا واقفة قدام مرايتها عادي مهمومة وحزينة، وبيدخل عليها حبيبها جيمس وبيقول لها إن أخوها بره وإنه عاوز يتكلم معاها. وشكل كده الدنيا ما بينهم ما كانتش احسن حاجة، وبتتكلم معاه شوية وبعدها بياخد بعضه وبيمشي. ولما بتدخل بيسألها جيمس هو جاي ليه، فبتعرفه انه جاي يسلم عليها عشان مسافر. بس جيمس ما بيصدقهاش وبيتعصب عليها لانه كان فاكر انه جاي يديها فلوس، وبيقول لها تقوم تجهز على السريع عشان يروحوا يجيبوا الطلبات. في الوقت ده كان توماس في طريقه لمحطة البنزين، ولما بيوصل صاحب المحطة بيطلب منه يشتري الأخشاب اللي معاه عشان ابن أخته بيحتاجها، فبياخد رقم تليفونه عشان يتواصل معاه. وبعد شوية بيشوف جيمس وهو بيتعامل مع أوليفيا يعني بطريقة مش لذيذة، وكانت عاوزة تهرب منه، وبيتضايق وبيروح ينقذها من إيده. وأول ما بتشوفه أوليفيا بتتوسله يساعدها، لكن جيمس بيقفشه، فالتاني طبعا ما بيسكتلوش. وكلمة من ده على كلمة من ده الصوت بيعلى، وصاحب المحطة بيتدخل هو كمان وبيطلب منه توماس يبلغ الشرطة. وهو بياخد أوليفيا معاه في العربية، وفي الطريق بيسألها يوصلها على فين. قالت له إنها تايهة وملهاش مكان تروحه، فبيطمنها إنها في أمان وإن مفيش حد يقدر يجي جنبها. وبتشكره وبتقوله إنها محتاجة ترتاح يومين لحد يعني ما تقدر تقرر هي هتعمل إيه، لأنها خايفة من جيمس عشان حاولت تهرب منه كتير. بس للأسف في كل مرة كان بيرجعها بالعافية، وما كانش معاها فلوس تبات في أي فندق، ما حيلتهاش غير الهدوم اللي لابساها. المهم بيعرض عليها ياخدها في بيته لحد ما ترتاح، وهي ما بتصدق وبتوافق من غير تفكير. وأول ما بتوصل بيته بيعمل لها حاجة سخنة تشربها عشان تهدى، وبتقوله إن حياتها مع جيمس في الأول كانت زي السمنة على العسل. وما تسألنيش يا عزيزي إيه علاقة السمنة بالعسل، قصدها يعني كلها حب وحنية. بس فجأة بقى العكس تماما، وبقى بيتعامل معاها بطريقة مش لذيذة، وحرفيا بقى لها فترة يعني متبهدلة وطلع عينها معاه. وكل مرة يرجع يقول لها حقك عليا يا ست الكل، ما كانش قصدي. وهي كانت بتسامحه عشان بتحبه. بس مرة مع التانية ما بقاش عندها طاقة تتحمل. توماس قال لها انه مر بنفس ظروفها، لان ابوه كان بيتعامل مع امه بنفس الطريقة، بالرغم ان ابوه كان طوب الارض بيحلف بيه. بس للأسف هما اللي كانوا بيشوفوا الوش التاني بتاعه، عشان كده هو كان بيتمنى يكون زي ليام نيسون، ينكس يعني أي بنت أو ست بتتعرض للحاجات دي، لأنه بيبقى حاسس قد إيه هي بتكون موجوعة. وفي مرة اتدخل في الموضوع بين أمه وأبوه وقدر يدافع عنها. أوليفيا قالت له أكيد الست الوالدة فخورة بيك دلوقتي. بعدها بتسأله بيشتغل إيه، وبتعرف إنه بيعمل برامج على الإنترنت. عشان كده قرر يشتري الكوخ ده ويعيش مع نفسه وسط أجواء الغابة والبحيرة قدامه، حاجة كده حلوة. وبعد ما بياكلوا بيدخل يوريها الأوضة اللي هتنام فيها، وكمان بيكون جايب لها هدوم تلبسها عشان تعرف تنام. وبالليل بيجيلها كوابيس من كتر خوفها، وتاني يوم الصبح بتقوم تلاقي توماس مجهز لها الفطار وبيعرفها ان البيت بيتها لحد ما تحس انها حابة تمشي. وبعد شوية بتخرج وبتلاقيه بيتكلم في التليفون، ولما بتسأله كنت بتتكلم مع مين، بيقول لها انه ما كانش بيكلم حد، وانه بس كان بيراجع يومه بس يعني بصوت عالي. فبتقول له انها موافقة تقعد عنده فترة لحد ما تتعافى، وطبعا بيعرفها انه مرحب بيها. وشوية كمان بيكون رايح يخلص شوية شغل، فبيديها علبة الألوان وكراسة رسم عشان تسلي نفسها. وبتستغرب وبتقول له عرفت منين ان دي هوايتي المفضلة؟ قال لها انهم بتوع امه عشان هي بتحب ترسم لما بتجيله. وبيمشي وبتقعد هي تسلي نفسها. بعدها بتقرر تكتب جواب لأمها وتطمنها عليها. ولما بيوصل توماس بيكون جايب معاه الأكل اللي بتحبه، وكانت أوليفيا مبسوطة لأول مرة من فترة كبيرة، وبتطلب منه يشوف لها ظرف عشان يعني تبعت الجواب لأمها. وفعلا بيجيبه لها وبيعرفها انه هيروح يبعته بنفسه عشان امها تكون مطمنة عليها. وكمان بيعرض عليها لو حابة تتصل بيها مكالمة، بس هي بترفض، احسن يعني يكون جيمس يقدر يتعقب التليفون ولا حاجة. وبالليل بعد ما بتدخل تنام كانت عاوزة تشرب، وبتسمع توماس وهو بيتكلم في التليفون مع امه، وبيقول لها ان اهم حاجة اوليفيا تكون بعيدة عن جيمس. وتاني يوم الصبح بيسألها لو نامت كويس، بس كل اللي كان نازل عليها سكوت تام، وما كانتش حابة تتكلم او عاوزة تتكلم اساسا، محدش عارف. فبيروح هو على شغله، وفي الطريق بيقرا جواب اوليفيا
وشكله كده يا عزيزي مش ناوي يبعته، هي السحنة باين عليها. أما أوليفيا كانت قاعدة مش عارفة هي فعلا اللي سمعته ده حقيقة ولا كذب. ولما بيرجع توماس على العشاء بيسألها لو بتحب الموسيقى، قالت له بس جيمس ما كانش بيحب ذوقها في الموسيقى. وبتستغرب لما بيقول لها انها بتحب الموسيقى الكلاسيكية، ولما بتسأله عرف منين قال لها يعني ده مجرد تخمين مش اكتر. فبتحكي له قد ايه كانت مبسوطة لما كان اخوها بياخدها تحضر عروض، وانها بتتمنى اخوها يرجع ياخدها تاني وتحضر العروض. وفي الاخر بتشكره على ضيافته ليها، وبتعرفه انها هترجع لجيمس، يمكن يعني لما يلاقيها روحت يسامحها على اللي حصل، عشان هي خايفة ان هو اللي يلاقيها، وساعتها هيطلع عليها القديم والجديد والمستعمل كمان. بس هو بيتضايق من كلامها وبيقول لها خلينا نكمل كلامنا بكرة. وفي ثانية الا ثانية بيقوم يتصل يحكي لأمه اللي حصل، وبيقول لها انه مش هيسمح لها تمشي، وكمان مصمم يساعدها تبدأ من جديد. بعدها بيرجع لأوليفيا وبيقول لها انها لازم تواجه جيمس وتبطل بقى تعيش دور الضحية، لأن الدنيا مش عاوزة الضعيف. فبتقول له انها برضه شافت ايام حلوة معاه، بس بيقول لها ان حياتك دي عاملة زي جهاز الكمبيوتر، لما بيدخلوا فيروس لازم تمسحيه نهائي عشان تقدر تبدأ حياة نظيفة، وان جيمس ده هو الفيروس ذات نفسه، عشان كده لازم تمسح كل الذكريات القديمة من حياتها وتبدأ بقى تبرمج حياتها من جديد. وبيجهز لها الكاس وبيقوم يلعبوا شوية عشان تغير مودها، بس فجأة بتحس نفسها دايخة وبتشوف كل حاجة اتنين تلاتة، وأول ما بتغمض عينيها بتشوف جيمس بيجري وراها وكان عاوز يخلص عليها، بس بتطلع بتحلم. وبسرعة بيجري توماس يطمن عليها، وتاني يوم الصبح بتصحى بتلاقيه بيتكلم مع أمه تاني وبيحكي لها اللي حصل بالليل بالتفصيل، وبيقول لها إن أوليفيا مش فاكرة أي حاجة من اللي حصل، وإنها عارفة إن كل ده كان حلم. وأول ما بيشوف أوليفيا واقفة بيشيل السماعة في جيبه وبيطلب منها تساعده في تحضير الفطار وتقطع البصل، بس هي كانت متوترة وخايفة وبتمسك السكينة وبتخبيها معاها. وابتدت تحس ان الدنيا مش تمام في البيت ده، وبعد شوية بتقوله انها هتدخل تستحمى لحد ما يخلص، وقبل ما بتمشي بيقول لها انه معاها لحد ما تتخطى الازمة دي. وبتدخل الحمام وشكلها كده كانت خلاص تعبت من الدنيا، بس بيطلع توماس شايفها، ولما بيكلم امه بيعرفها انه سابها عشان متأكد انها مش هتاخد الخطوة دي لانها سلبية جدا وضعيفة. وفعلا اوليفيا بتخاف، واول ما بتطلع بتخبي السكينة، وعلى الفطار بتسأله ليه فتح الرسالة بتاعتها وقراها، ولسه هيقول لها وات قالت له انها سمعته لما كان بيقرا وصوته كان عادي. وبتفضل تعيط وبتقول له منين بيساعدها ومنين بتسمعه بيحكي لواحده تانية على كل اللي بيحصل معاها بالظبط. فبيقول لها ان كل اللي بيعمله معاها ده عشان يحميها، وكمان كان مصمم انه كان بيكلم نفسه وما بيكلمش حد، وانه فتح الظرف عشان يقدر يعرف العنوان ويكتبه. ووقتها الفضول خده وقرا الرسالة، وعشان هي لقت الجواب بيقول لها انه بعته عن طريق البريد الالكتروني عشان امها ما تعرفش مكانها زي ما هي عاوزة، وما كانتش عارفة تعمل ايه، تصدقه ولا ما تصدقوش. واول ما بتدخل تنام بيتصل بامه وبيقول لها انه هيبدأ يعلمها درس جديد، ولما بيدخل البيت بيسألها لو اكلت، فبيلاقيها ما اتحركتش من مكانها من ساعة ما مشي. فبيروح يحضر الاكل لنفسه هو بس عشان تتعلم ما تعتمدش على اي حد وتعمل حاجاتها بنفسها. تاني يوم الصبح بيقول لها انه ملاحظ انها ما كلتش وكمان سايبه المطبخ من غير تنظيف، ولما بتبص في ايده بتلاقيه ماسك سلك كتير، وكانت نظراته ليها المرة دي يا عزيزي غير كل مرة. فبتقول له حس كده بقى انا جاهز اروح بيتي، لكن بيمشي من غير ما يرد عليها، وبسرعة بتنزل تفتش الأوضة اللي كان طالع منها، لكن هو بيرجع في الوقت ده وبيحس بيها. ولما بتطلع بتلاقي السماعة بتاعة تليفونه، وأول ما بتحطها في ودنها بتسمع صوت واحدة وبتقول لها إنها عارفة اسمها، وفي ثانية بتلاقي وراها، ولما بيسألها بيتكلم مين قالت له إنها ما سمعتش حاجة، بس كانت مصممة إنها تمشي وبتوعده إنها مش هترجع لجيمس. فبيقول لها تمام يبقى لازم نحتفل الأول، وبيروح يجيب لهم كاسين، والبنية بتروح في عالم تاني موازي، وأول ما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة. بس هو كان راجل حنين وكان سايب لها طول عشان يعني تتحرك في البيت براحتها، وبيعرفها انه عمل كده عشان بس قلقان عليها مش اكتر، عشان هي مش امينة على نفسها. فبتقوله ان اكيد اهلها هيحسوا بغيابها وهيدوروا عليها. قال لها يا ست هما كام يوم وهترجعي لعقلك وهفكك. والمفاجأة بقى يا عزيزي ان كل اللي كانت فاكراه انه كابوس كان حقيقة.
وإنها حاولت تهرب كتير، وعشان كده أخدها على بيته التاني، وإنه كان دايما بيحط لها علاج في العصير عشان تفضل متخدرة، وكان شايف إنه بكده بيحميها، وإنه كرس حياته لمساعدة أي حد زيها. وفي آخر الكلام بيعرفها إنه هيفكها بس أما تهدى. تاني يوم الصبح بيقوم عشان يجهز الفطار عادي جدا، ده كمان بيطلب منها تساعده في تحضيره. وأول ما بتقرب عشان تمسك السكينة بتحاول تخلص منه، بس هو كان مصحصح لها وبيمسك ايديها وبيقول لها انا علمتك تمسكي السكينه كده برضه، وبيكمل تقطيع ولا كأن اي حاجه حصلت. بس اوليفيا كانت رافضه تاكل خالص، وبتقول له انه طلع اسوأ من جيمس ذات نفسه، لانه على الاقل كان بيحبها وبيزعل لما بيتعصب عليها. فبيقول لها بالعكس، وانه مهتم بيها اكتر من جيمس. وبتتفاجئ لما بتلاقي عارف تاريخها كله من ايام الثانويه، حتى اسم ابوها وامها، وإنها كمان كانت بتتمنى تكون محامية. يعني عزيزي لما شافها في محطة البنزين ما كانش صدفة. بعدها بياخد بعض عشان يقوم يمشي. في الوقت ده بتجري تدور على أي حاجة عشان تفك القفل، وبتلاقي فاس وبتسحبه وبتكسره، وبتاخد بعضها وانظرن على الغابة. والكارثة لما بتلاقي الكاب بتاع جيمس مرمي على الأرض، ولما بتدور حواليها بتتصدم لما بتلاقيه ميت ومدفون في الغابة، وبتنهار من المنظر. بس بتكمل جري، مفيش وقت بقى، لحد ما بتطلع على الطريق، لكن بتلاقي توماس في وشها بالعربية بتاعته وبياخدها عشان يرجعها. ولما بتوصل البيت بيقول لها تستحمى عشان هدومها يعني ريحتها وحشة كلها تراب، وبعد ما تخلص هيربطها تاني. وهي كانت هتتجنن وما كانتش عارفة تعمل ايه، واتاريها طلعت من نقرة عشان تقع في دحريرة. وده مثل يا عزيزي، بس بيقرر انها تلعب معاه بنفس طريقته. واول ما بتخرج عليه بتتعامل معاه عادي جدا خالص، لا وكمان بتقوله انه عنده حق في كل اللي بيعمله، وانه خايف على مستقبلها، عشان كده هي مش هتحاول تهرب تاني. وبيفرح بالكلمتين وبيقرر يكافئها كمان على الكلام اللي زي الفل ده، وبيقول لها انه هيخليها تنام من غير الجنزير. يلا يا ستي عشان تنام مرتاح. وبعد شوية بتدخل عشان تنام، وكانت عايزة تفكر هتكمل ازاي. وتاني يوم الصبح بيعرفها انه مش هيربطها، بس زيادة امان هيقفل كل الابواب من بره. وبعد ما بيمشي بتدور في البيت على اي حاجة تساعدها على الخروج، وبتلاقي تليفون وبتتصل بالطوارئ بسرعة، لكن للأسف ما بيكونش في خط أساسا. لكن لما بتفتح التليفون بتلاقي فيه صورتها وكل حاجة تخصها، وبتترعب أكتر وأكتر، وبتعرف إنه مطرطش بس يعني بنسبة عالية قوي. ولما بيرجع بالليل بتسأله إزاي جمعت كل المعلومات دي عني، قال لها عن طريق برنامج هو اللي صنعه، وقدر من خلاله يعرف مين اللي محتاج مساعدة، وكل ده عشان حابب يساعد الناس اللي زيها. عنده عقدة من اللي حصل في أمه زمان ومش عايز حد يبقى زيها. وبتتصدم لما بتعرف انها مش اول واحدة يعمل معاها كده، وانه جه المسافة دي كلها عشان يساعدها. يعني بدأ في الاول يراقبها ويعرف بتروح فين وبتيجي منين، وعشان كده هو راح محطة البنزين. فبتقوله انه لازم يسيبها تمشي وتختار يعني حياتها لوحدها، ده بعد اذنك يعني. قال لها يا ريته كان بايدي كنت اعمل لك هند بريش. وبتتصدم تاني برضو لما بيعرفها انه بيعمل اي حاجة البرنامج بيقوله عليها، يعني بيحكي مشكلتها والرد اللي بيتقاله بينفذه. من الاخر كده يا عزيزي البرامج لحست مخه. تاني يوم الصبح بيلاقي الباب بيخبط، وبيطلع الراجل بتاع محطة البنزين وجاي عشان يشتري منه الأخشاب، وبيقول له إنه من يوم الخناقة ما لمحش جيمس خالص. ولسه توماس بيدخل يجيب الجاكيت بتاعه بيلاقي الراجل داخل وراه عشان يتفرج على البيت، بس توماس بيلحقه وبيقول له تعالى نطلع عشان تلحق تحمل الأخشاب. وأوليفيا بتصحى وبتحس بيه وبتصرخ وبتديها واحدة هلب بصوت عالي، بس توماس بيمسكها وبيدخلها تاني البيت، وكمان بيربطها تاني. واول ما بيخرج بيقول للراجل ان مخها فوت بسبب اللي حبيبها كان بيعمله فيها، وانه مخليها معاه لحد يعني ما تخف ويرجعها لاهلها. والراجل بياخدها من قصرها وبيصدقه عشان ما يدخلش يتعالج يعني هو كمان. اما اوليفيا بتقوم تمسك السيخ وبتستخبى ورا الباب، واول ما توماس بيدخل بتديله واحدة حلوة، وبسرعة بتاخد المفتاح بتاع القفل من جيبه وبتجري بسرعة على الغابة. لكن توماس يفوق وبياخد السلاح بتاعه وانظرا وراها، وبيقول لها انها لازم تموت عشان هي عارفة عنه كل حاجة. بس هي بتضربه على ايده، واول ما السلاح بيقع منه بتخلص منه بسرعة، وبتاخد بعضها وبتهرب لحد ما بتطلع على الطريق، وبتقابل الراجل بتاع محطة البنزين، وبيقول لها انه كان راجع يساعدها لما حس يعني انها في خطر. وفي الطريق بيعرض عليها تروح اسم الشرطة، بس هي بترفض وبتقول له انها تمام وخلصت كل حاجة. لكن الكارثة انها كانت فاكرة انها خلصت من توماس، بس مفيش منه الكلام ده. بيقوم وبيرجع على البيت،
وبعد فترة بنشوف اوليفيا قاعدة مع اخوها وبتحكي له على ايام زمان. بس المصيبة بقى انها كانت ماشية على نمط توماس بالظبط، يعني هو كان بيعالج الستات المجروحة وهي هتعالج الرجال.